تفضل. السلام عليكم، تحية طيبة سيدي الوزير. هل نحن أمام ارتفاع الأسعار مجددا بعدما ألغت موريتانيا الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية؟ شكرا. تحية طيبة. محمد فرنان تلك عربي. السؤال ديالي هو هناك من وصف الاتفاق الأخير الذي كان بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بالمقايضة. ما ردكم على هذا الوصف؟ شكرا. والمسألة ديال النقابات، قانون النقابات، يعني لماذا لم يكن في هذا الاتفاق؟ السلام عليكم، مريم الحمداوي من موقع بلادنا 24. السنة الماضية الحكومة خصت دعم مالي لمستوردي الأغنام من أجل تخفيض الأسعار وأيضا من أجل الضمان ديالها بالسوق. رغم ذلك لاحظنا أن أسعار الأغنام كانت مرتفعة بحيث أن العديد من الأسر ما استطاعتش أنها تشري خروف العيد. فهذه السنة أيضا الحكومة كتخصص دعم مالي لمستوردي الأغنام عفوا. فما هي الضمانات اللي كتقدمها الحكومة من أجل عدم السقوط في نفس الأمر؟ شكرا. الموضوع ديال الأغنام تكلمت عليه الأسبوع الماضي، كان الرجوع الجواب. الحكومة تسخر كل الإمكانيات الممكنة عبر إقرار هذه الميكانيزمات وهذه الآليات لكي نعالج وضعيات، لكي نعالج مشكلات كنشوفوا بأنه مع تكثيف الاستيراد يمكن أننا نتدخلوا، يكون التدخل ديالنا دا جدوى في المجتمع. بخصوص التضخم والمعالجة ديال التضخم، دابا حنا كنتكلموا غير في الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة لمواجهة واحد التضخم كاين، ولكن يجب أن نفكر وأن نطرح الأسئلة. شنو هي الأمور اللي كتقوم بها الحكومة قبل بعدما نوصلوا للمستوى ديال هي المنتجات نتجات واش فيها التضخم ولا ما فيهاش. فالقطاعات المعنية خاصة في ظل هذا السياق اللي تنعرفوه ديال قلة التساقطات المطرية، يتم العمل على تكثيف وتوسيع المجالات المسقية اللي كتهم إنتاج هذه المواد الأساسية اللي كتدخل يعني في الاستهلاك ديال المواطنين. 10 المليار ديال السنة الماضية و10 المليار ديال هذه السنة، 20 مليار ديال الدرهم. الهدف منها هو ندخلوا عاوتاني مرة أخرى في المدخلات لكي تنخفض. في الأول بعدا كنتدخلوا غير باش يكون الإنتاج، ثم كنتدخلوا باش نهبطوا من التكاليف ديال التضخم، ثم نتدخل في مستوى ثالث على مستوى التسويق، ملي كنديروا داك الدعم المخصص للشاحنات وكذا، واللي بلغت القيمه ديالو بالمناسبه 8 المليار ديال الدرهم. فمني كتاخذ لا شين كلها من لا شين دو ديستريبيسيون حتى لا شين دو كوميرسياليزاسيون، كلها كتلقاها بانه فيها تدخل حكومي من اجل مواكبه هذه هذا. والحكومه راه تراقب وكتشوف، وكل ما احتاج الامر تدخلات اخرى سوف تقوم بها باش نحافظوا على هذا المستوى هذا اللي احنا فيه. تقاعد، ما قامت به الحكومة في الموضوع ديال التقاعد خاصة في الشق ديالو المرتبط به، لأنه دابا الآن التقاعد نميزو بين جوج المستويين. نميزو بالمستوى ديال التقاعد اللي الإصلاح ديالو نحن الآن نشتغل على التصور، ونميزو بين المستوى الآخر شنو قامت الحكومة، التدخلات اللي قامت الحكومة بمعالجة جملة من الإشكالات على مستوى لا SNSS، واللي منذ إقرار هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية راه تم القيام بإصلاحات عميقة جدا. ونعطي مثال: تخفيض من نسبة المساهمة من 3240 تقريبا يوم إلى 1300، واللي تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي عبر قانون ستتم المصادقة عليه إن شاء الله في البرلمان. هذه راه من النقاط التي لطالما طالبت بها النقابات. دابا الآن 1340 يوم من حقه أنه يستافد من المعاش ديال الشيخوخة، وقل منه من حقه أنه يأخذ لي كوتيزاسيون ديالو. هادشي ما كانش، هادشي ما عمره ما كانش. الزيادات اللي تعملات للمتقاعدين اللي عندهم منخرطين في لا SNSS تتراوح ما بين كل. فالموضوع ديال التقاعد انا عطيت غير جزء مرتبط بلا SNSS. الموضوع ديال التقاعد الحكومه تباشره من هذا المنطق ديال طبعا تدبير واحد العلاقات مع الفرقاء، لكن في مجال استحضار مختلف العناصر اللي مرتبطه به. فبخصوص الموضوع ديال الحوار الاجتماعي، بما انه
أخذ نصيب الأسد من مختلف الأسئلة التي طرحت. بالفعل الحكومة وقعت على اتفاق مهم جدا مع النقابات، هو اتفاق غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية، وأيضا هو غير مسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد. هذا المنطق الجديد كيندرج في التوجيهات ديال جلالة الملك حفظه الله، لأن هذه الجولة الجديدة ديال الحوار الاجتماعي هي جولة تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. فخرجنا من المنطق السابق ديال الاجتماع غداة فاتح ماي تكلموا فيه تقنيا، ثم نترك الأمور يعني إلى ملتقى قادم في السنة الموالية. إذن أول شيء قامت به هذه الحكومة في إطار هذا المشروع الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي. والمأسسة تعني ما تعنيه. أولا كنتلاقاو كل 6 شهور مع النقابات، لا نلتقي فقط لمناقشة القضايا التقنية ولكن لمناقشة الإصلاحات. فمن يقول المقايضة لم يفهم المأسسة، مازال ما فهمش المأسسة، لأنه الإصلاحات اللي قامت بها هذه الحكومة منذ أن نصبها جلالة الملك تقوم بالإصلاح مع النقابات، ولكن لكل إصلاح كلفة. الكلفة هي أنه الرفع من يعني الإمكانيات اللي نقدروا نوجهها لهذه الموارد البشرية لكي تواكب هذه. إذن هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها هذه الحكومة. في مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح، مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل إصلاحها في بلادنا. فقلت هذا المشروع الاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك ننطلق أولا بالدولة الاجتماعية اللي فيها 2 العناوين أساسية. ما تحسوش بأنني أتكلم حول موضوع لا علاقة له لا، رحنا باقي في الدولة الاجتماعية في البناء المؤسساتي ديالها. بدينا بالدعم الاجتماعي للطبقات المعوزة، قبل منه التغطية الصحية، ثم مشينا في مستوى تالي نحو إقرار واحد الإمكانيات مالية مهمة جدا لفائدة الطبقات المتوسطة، والتي ما فتئتم تطرحون هذه الأسئلة داخل هذه القاعة وطرحتم هذا السؤال غير ما مرة. فالبناء هو بناء طالع بشكل متدرج. بدينا أولا بالدولة الاجتماعية في الطبقات ديالها، الناس اللي محتاجين التغطية الصحية المتضامن. تم إقرار تغطية صحية لجميع المواطنين المغاربة الذين كانوا يزاولون بعض المهام الغير الأجراء. انتهينا من هذا الموضوع، مرينا للموضوع الثاني هو إقرار تعويضات عائلية مباشرة للأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة أو الأطفال اللي في وضع تم دروس أو لا غير تم دروس مع عائلات ديالهم. ثم مشينا للمستوى الثالث الآن اللي فيه هذا الفضاء الجديد اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي. إذا المؤسسة الحوار الاجتماعي كانت مكسبا مهما جدا للجلوس ومناقشة هذه القضايا مرة كل 6 أشهر. معالجة بعض القضايا التي تهم الهشاشة أنا تكلمت عليها، الدعم الاجتماعي. معالجة وضعيات الشغيلة، 4.2 مليون مستفيد من هذا الحوار الاجتماعي، 1.2 في القطاع العام و3 مليون في القطاع الخاص. عبر ايش؟ عبر إقرار زيادة عامة في الأجور 1000 درهم عبر الشطرين، القسط الأول فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني فاتح يوليوز 2025. الزيادة العامة في السميك وفي السماك. منين غتاخدوا السميك والسماك منذ أن تم تنصيب هذه الحكومة غتلقاو السميك تزاد ب20% والسماك تزاد ب25%. السميك الآن ديال بلادنا في القارة الإفريقية رحنا في مراتب جد متقدمة.
إلا ما خانتنيش الذاكرة يمكن حنا الثانيين على الصعيد الإفريقي مقارنة مع مجموعة من الدول. هذا مجهود كبير قامت به هذه الحكومة. ثم كاين واللي هو مهم جدا هو تخفيض الضريبة على الدخل، واللي غادي تهم جميع الشرائح، كل واحد حسب الشريحة اللي راه هو موجود فيها. فهذا غادي نرفعوا من الهامش الإعفاء من 30,000 درهم ل 40,000 درهم، وغادي يولي 6,000 درهم كأجر معفية من أي ضريبة، بمعنى لا يؤدي أي ضريبة. إذن الطبقات الموجودة متدنية لا تؤدي أي ضريبة، والطبقات اللي هي في واحد المستوى مرتفع طبعا تؤدي واحد الضريبة باش نضمنوا واحد ما يمكن أن نصطلح عليه بالعدالة المجالية. طبعا خلينا الهوامش المرتبطة بالتحملات العائلية، خاصة الأجراء اللي عندهم أطفال، حيث رفعنا من الكلفة ديال التحمل العائلي من 360 درهم إلى 500 درهم، بمعنى ملي كنرفعوا هذه الكلفة ديال التحمل تنعفيوها هي الأخرى من هذه الضريبة على الدخل. إذن هذه القضايا كلها هي مهمة جدا من الناحية المالية، لكن هي أيضا مفيدة لإقرار إصلاحات مهمة. أولا باش نجاوب على واحد السؤال ديال أننا عندنا واحد النسب ديال ارتفاع ديال تكاليف الحياة، وخص الأجراء والموظفين تكون عندهم إمكانيات باش يقدروا يواجهوا هذه الارتفاعات هذه. وثانيا لأنه الدولة الاجتماعية لكي تكون دولة اجتماعية ماشي فقط تهتم بفئة دون أخرى، يجب أن تكون هناك واحد العدالة على مستوى تحسين الأجور، وهذا الشيء كله إن شاء الله غادي يرجع على بلادنا بالخير، خاصة في الطلب الداخلي وفي جملة من القضايا. هذا بخصوص الحوار الاجتماعي. بل الآن الحوار الاجتماعي جات بعض العناوين لأنه عاود ما غنجلسوش مع النقابات باش نتكلموا على الدخل وعلى الأجرة ونخليوا القضايا الأخرى اللي هي مهمة واللي كنعرفوا بأنها تحتاج إلى إصلاح عاجل وفي طليعتها تقاعد. لا بد الحكومة أن تباشر هذه الإصلاحات. إذن الحكومة هي عندها جوج الخيارات في الموضوع ديال التقاعد: إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبشكل مشترك مع النقابات ونوضع السيناريوهات الممكنة، وبدات بعض الملامح اللي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين عمومي وخاص، وإما نأجلوا هاد الإصلاحات هذه. لكن من سوف يتحمل كلفة التأجيل؟ حنا إلا عملنا الإصلاح غنعرفوا شكون اللي يتحمل كلفة الإصلاح، لكن إلا عملنا التأجيل من سوف يتحمل كلفة التأجيل؟ أنا أعتقد هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تمكننا من أن نعالج ملفات مرتبطة بأجيال وأجيال وبالحق ديالهم في هذا التقاعد. نفس الشيء بالنسبة لقانون الإضراب اللي تأجل. الأسبوع الماضي أنا تكلمت على هذا الموضوع هذا، قلت بأنه المفروض أن يخرج في الولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور وبعد. فنحن اليوم في الولاية الثالثة. والإضراب ملي كنقولوا قانون الإضراب، راه الإضراب هو حق دستوري، ولكن يجب أن ننظمه، يجب أن ينظم. وطبعا لا يمكن أن تنظمه الحكومة بوحدها، تحتاج إلى أن تجلس مع النقابات وأن تستمع إلى تصوراتهم حول هذه الموضوع. وطبعا البرلمان هو الآخر مدعو للانخراط في هذا النقاش، خاصة أن هذه القوانين سوف تتم المصادقة عليها في هذا المستوى. من يقول هذا الكلام لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، ويحتاج إلى كثير من الوقت لكي يفهم. فدابا بغض النظر على الأرقام، بغض النظر على 1000 درهم وكذا، 1000 درهم مهمة، لكن يجب أن ننظر إلى عمق الأشياء، يجب أن ننظر إلى التحول الذي وقع في هذا الموضوع هذا ديال الدولة الاجتماعية. الإصلاح إلى جانب الشركاء، الإصلاح مع الفرقاء، والإمكانيات المالية اللي تكلمت عليها الأستاذة مريم. هذه الإمكانيات المالية ما كاين القدرة باش يتم تدبيرها، لكن منين كتشوف الواقع ديالها في المجتمع، لأنه ما يمكنش تعمل دولة اجتماعية ب 25 مليار وتوصل لأفق 29 مليار في 2026 وتعطل ورش مهم اللي هو ديال الحوار الاجتماعي. هذه السرعات يجب أن تنطلق بشكل متوازن، هذا هو اللي غادي يضمن التوازن ديال المجتمع. الطبقة المتوسطة ماشي فقط هي
طبقة في المجتمع، لا، طبقة حاملة لقيم. وهذه الطبقات الآن المعوزة بالدعم الاجتماعي سوف تتحول هي الأخرى أن تساهم بشكل لا يقل عن مساهمة الطبقة المتوسطة في حمل القيم الوطنية والدينية وكذا، وهذا مهم جدا لبلادنا.